الحباب، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف محمد. كما راكم تشاهدوا اليوم راح نديرو مشوك بطريقة بسيطة، مكونات كذلك اقتصادية ويقطع لكم كمية كبيرة ظرف وجيز. درك ندوزو مطبخنا، شوفوا مقاديرنا ووصفتنا، ما تنسوش الاعجاب والاشتراك. 200 غرام تاع كاوكاو محمص ومرحي على هذا الشكل، 200 غرام. شوفوا كيفاش راهو مرحي في المتوسط. لهنا نحطو في الغيسيبيون تاعي، نجي ندير لهنا كيلو اللي هي 100 غرام، 100 غرام من اي بسكوي نتوما تفضلوه، اي نوع نتوما تفضلوا تاع بسكوي. 100 غرام. انا دوك نوري لكم النوعيه هذه اللي استعملتها، نوعيه جزائريه، يدير 75 دينار. نجي نضيف فوقه 60 غرام تاع سكر حبيبات، حاوليك السكر العادي اللي نشربوا بقهوه، وفوقه 50 غرام تاع زبده مذابه. كل هاد المكونات راح تكون مع بعض. وعندي اكيد حبه تاع ولاد الدجاج متوسطه الحجم، انا حطيت فوقها نكهه الكراميل. تقدروا تضيفوا الفانيليا ولا نكهه الزبده، لكم الاختيار. لهنا عندي رشه، راكم تشوفوا 1 غرام تاع خميره الحلوى، 1 غرام تاع خميره الحلوى. ولهنا عندي ملعقه اكل تاع نشاء الذره. اكيد رشه الملح انا كنت درتها في الزبده. الا هنا نجي ندخل يدي ونعجن كلش على خطره كيما راكم تشاهدوا. واذا شفتوا الخليط تاعكم بعد مده دقيقتين نشف لكم اكيد فيه البسكوي راح يتشرب، تقدروا تزيدوا بياض البيض، ما تزيدوش البيضه كامله، بياض البيض بكميه قليله وتعجنوا. هاد لاباط دوك تشوفوا القوام تاعها ما تجي يابسه ما تجي طريه، نقدروا نشكلوها كيما نحبوا. شوفوا هذا على واش نتحصلوا. انا دوكا ما بقى لي غير نغطي لاباط تاعي نخليها ترتاح 10 دقائق ربع ساعه، ونعاود نولي معاكم باش نشكلوها. لهنا هايلك بعد ما ارتاحت ربع ساعه. شوفوا انا وزنتها، درتها هكا قطع صغيره، درتها 45 غرام. انتم لكم الاختيار، تحبوا تكبروا تصغروا. عندي لهنا اللوز مهرمش اكيد. نجي نشكلها على شكل دائره. هاد الشكل راكم كامل تعرفوه، راكم عارفين كامل ديروا هاد المشوك، برك تختلف المكونات والطريقه. نجي نرمدها في هذاك الكاوكاو. هاي ليك العمليه سهله. نحط فوقها حبه من سيريز، تقدروا ديروا فوقها حبه كاوكاو، لكم الاختيار. دائما نقول لكم المطبخ ما فيهش حدود، وكل واحد والامكانيات. هكا العمليه سهله. نكمل كامل الحبات اللي عندي، بصح ما نطيبهمش، نخليهم في الثلاجه على الاقل ساعه كما راكم تشاهدوا. من بعد ندخلهم في الفرن على 170 درجه 7 دقائق برك، هذا ما كان، ويكونوا طابوا. الف صحه وهنا دوك تشوفوهم طيبين في صحن تقديم. ننصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه سهله بسيطه وبنينه بزاف، سيرتو راهو جاي ايام العيد تقطع لكم كميه كبيره. الف صحه الف هنا. خوتي خياتي، حفظكم الله ورعاكم ودمتم على خير.